حاجة بسيطة جدا وهتوفر لك مبالغ كتير قوي لو انت معاك عربية سيات او سكودا او اودي او فولكس. الدي رانينج لايت في العربيات دي تكلفة اصلاحه عالية جدا. طيب المشكلة دلوقتي ان هو شغال على طول واللايف تايم بتاعه بيقل بطريقة سريعة جدا. طيب الحل ايه؟ الحل ان احنا بنعمل له كودينج نخليك تتحكم فيه ان انت تفتحه او تقفله وقت ما انت عايز بدل ما هو شغال على طول. وبالنسبة للعربيات السكودا اوكتافيا الاي 8 انت عندك الفوانيس شغالة بصفة مستمرة، ما بتعرفش تتحكم فيها ان انت تطفيها، فده بيعمل لك مشكلتين. اول حاجة ان عمر اللمبات اللي فيها بيقل بسرعة قوي، تكلفة الاصلاح بتاعته غالية جدا لان انت مش بتغير ليد، انت بتغير الفانوس كله. تاني حاجة ان هو بيضايق اللي جاي في المقابل، فدوت برضه احنا بنكودهولك نخليك ان انت تتحكم تطفيه وتقفله وقت ما انت عايز. السؤال التاني بقى اللي الناس دايما بتسألهولنا على موضوع الكودينج، هل الكودينج امان وهل هو خطر على العربية وهل بيطلعك بره الضمان؟ الجواب لا، الكودينج مش خطر لو انت عارف انت بتعمل ايه وبتعمله صح. تاني حاجة هو مش بيطلعك بره الضمان، وممكن ان انت عادي لو انت متضايق من اي حاجة عملتها في الكودينج ممكن نقفلها عادي، لان هو اوبشن بنفتحه ونقفله اون واوف. ده طبعا غير ان في اوبشن كتير قوي انت ممكن تتحكم فيه تفتحه وتقفله لكل المجموعة بتاعت باج. كل دوت متاح عندنا في التكويد فقط بدون اي فك وتركيب وبدون اي لعب في الضفيره. وما تنساش ان انت لو عربيتك ما فيهاش ابل كار بلاي واندرويد اوتو بكابل، احنا عندنا الفلاشه الوايرلس بافضل سعر موجود واحسن اداء. وفي النهايه احب اقول لكم ان الكودينج ما فيهوش اي خطوره، ودوت بالعكس ده بيفتح لك اوبشن موجود في العربيه انت مش عارف ان هو موجود اساسا. مستنيينكم كلكم في محل هيليو كوك لكمالات السيارات. وفي النهايه احنا منتظرين استفساراتكم وهنرد عليها برضه زي ما ردينا عليها دلوقتي. كان معاكم مهندس مينا من محل هيليو كوك لكمالات السيارات.